صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ او مساء الخير على حسب ما تشوفوني. انا حبيبه ودي قناه مارشميلو. انا بحبكم كلكم، والنهارده هنتكلم مع بعض في حاجات مهمه جدا. ازاي عملت شفت كارير وغيرت كل حياتي بالكروشيه، وازاي عملت المشروع. وهنتكلم مع بعض في حاجات كتير اتسالت عليها، وازاي كونت مجموعه، وازاي عملت رولز للمجموعه. هنتكلم على الحاجات دي كلها مع بعض. وازاي وصلنا ان احنا ننجح، والظروف المحيطه بنا دلوقتي وازاي هنقدر نعديها. اتكلمنا، هكلمكم في حاجات كتير، يا رب تعجبكم. لو اول مره تشوفوني، يا ريت تنزلوا على زر الاشتراك وتفعلوا اشتراك للقناه وتفعلوا الاشعارات للكل عشان يوصلكم كل جديد. ولو شايفيني قبل كده وحابين تسمعوا الفيديو للاخر، لايك صغنن نسميه لو نبتدي. حاجه عايزه اقولها لكم: اذا عايزين ننجح في اي حاجه لازم نحدد اهدافنا. تحديد الاهداف يعني تجيبي ورقه كده وقلم وتكتبي الحاجات اللي انت عايزه تعمليها. كل ما تبقي عارفه انت عايزه تعملي ايه، مش بعشوائيه، كل ما تبقي عارفه انت عايزه تعملي ايه وكاتباه ومظبطاه، هتوصلي لاهدافك بمنتهى السهوله. يعني مثلا انا لو كاتبه السنه اللي فاتت 10 اهداف عايزه اوصل لهم، سوري يا جماعه معلش، لو كاتبه في اهدافي 10 حاجات عايزه اوصل لها، لو انا بكتب واحد عايز هعمل كذا، اتنين هعمل كذا، 10 هعمل كذا، وجيت اخر اللونج تيرم، يعني اخر السنه بتاعتي او اخر فتره البلان، اذا كان شهري او ربع سنوي او نص سنوي او سنوي، وجيت لقيت نفسي عملت مثلا منه 7 حاجات، يبقى انا خدت 7 من 10. يبقى كتابه هعلم كده على اللي انا عملته صح، انا عملت كده، انا عملت كده، انا عملت كده، يبقى انا وصلت. لو جبت 7 اهداف من 10، يبقى انا خدت 7 من 10 وابقى انا ممتازه. ودي اول حاجه، لازم نكون عارفين احنا عايزين نعمل ايه، مش بعشوائيه. اوكي، ودي اول بوينت عايزه اقولها لكم. ازاي بقى غيرت للكروشيه؟ انا اساسا كنت تيتشر، مدرسه انجلش. وبعدين سبت المجال عشان احنا كنا مقيمين بره، يعني مقيمين بره، فحصل دروبات في الوضع وكده، فاضطريت اني اشتغل في السياحه. زوجي كان شغال في السياحه وانا اشتغلت معاه، اتجهت للسياحه. انا كنت محققه ذاتي وفي التيتشرز وانا مدرسه، وكنت مبسوطه وكنت كل حاجه، بس كان الجهد المبذول اكتر بكتير من الدخل. وبعدين اشتغلت في السياحه، بس السياحه حصل فيها دروب كبير طبعا. بكل الاحداث اللي حصلت حوالينا حصل فيها دروب كبير، فانا اضطريت اني اسيب الكارير ده. يعني ده كان تاني كارير اسيبه، كاريري الاصلي التدريس، وبعد كده عملت شفت كارير واشتغلت في السياحه، وبعد كده عملت شفت كارير. كنت في النص من وانا صغيره قوي بحب قوي 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 الكروشيه، بحبه جدا جدا جدا. في الوقت ده كان الوقت اللي بيحصل فيه دروب، كان بيبقى الشغل نايم خالص، فانا كنت بفكر بس بعشوائيه من غير ترتيب افكار. طب انا هعمل ايه؟ انا بحب الكروشيه، وكان وقتها الاجانب كلهم بيدوا كورسات، واللي بينجح في الكورس وبيكون بيطلع نتيجه كويسه كان بياخد منه الشغل يسوقه له او يبيعه او يشتريه منه، وات ايفر يعني. اتجهت لكده، شفت الموضوع ده. شرم صغيره قوي، فالناس كلها بتعرف فيها بعض. سمعت عن الموضوع ده، رحت اوريدي وبدات اخد الكورسات، وكنت بدفع فلوس في عز ما كانش فيه فلوس اساسا، بس عشان اتعلم اصول الحرفه. يعني انا كنت هاويه، فانا عايزه اتعلم اصول الحرفه. خدت كورسات كتير، وخدت كورسات انجلش كتير عشان اعرف اتفاهم معاهم، وعشان كنت ساعتها بشتغل في السياحه، فكنت بعمل الحاجات دي كلها. بس زي ما قلت لكم، اوكي، فانا بدات اني اتعلم حاجه. كنا ساعتها بنتعلم حاجات جديده خالص ما كانتش موجوده في السوق المصري، زي البوفات، زي السجاد، زي البوتات اللي هي بتتعمل على نعل. وكانت الحاجات دي مش موجوده في مصر اساسا، كنت بتعلمها وبقيت كويسه فيها. بس كل ده بفلوس، وبدات فعلا اشتغل، اعمل شفت جنب الشغل بتاعي الاساسي عشان اعرف اظبط المطلوب مني. لازم يبقى فيه انكم، فعشان اعرف اظبطه كنت بشتغل ده، باخد 5 ساعات من يومي او 6 ساعات اشتغل فيهم بايدي، اطلع بيهم دخل، ازود بيهم دخلي. اوكي، بعد كده عايزه خلاص بطلت كورسات، والناس دي كلها سابت مصر بحالها ومشت،
واصبحنا ان احنا ما قدامناش مجال ان احنا نشتغل لنفسنا بس. ساعتها فكرت ادور على الناس عايزه ايه عشان انا اعمله واشتغل فيه فيبقى مطلوب. وبرضو كنت بشتغل اعمل جروب، ما كانش فيه ساعتها بقى صفحات واعلانات والكلام ده. فعملت جروب على الفيسبوك وبدات اكبره وبدات اقبل صداقات. اي حد يطلب صداقتي كنت بقبله عشان اضيفه على الجروب والجروب يكبر. كان ساعتها الجروبات لسه ليها ريتش على الفيسبوك طبعا عشان كانت جديده. وبدات انشر صور، مش من صور شغلي انا، من صور شغل الناس اللي كنت شغاله معايا الاجانب، ومن صور شغل اللي ما كانش فيه حتى بنترست ساعتها، الكلام ده قديم جدا. صور من جوجل، وابدا انشر في جروبات والناس تبدا تطلب مني اوردرات وابدا اعملها. وساعتها كان الشغل التاني توقف تماما، واعتمدت على دخل يكون من شغل الهاند ميد والكروشيه فقط، لان انا ما بعرفش اعمل كل حاجه في الكروشيه، في الحاجات اللي بعرف اعملها بس. اوكي. وبعدين الدنيا بدات بدا مارك، ربنا يسهل له حاله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، وياخد على قد ما بدا عليه. الله يخرب بيتك يا مارك. بدا يعمل ايه؟ يوقع ريتش جروبات، انك بتحطي حاجات يطلب منك وما يستلموش، يتهربوا. بقى الريتش بتاع الجروبات فقير، ما يوصلكيش للليفل الناس اللي بتشتري. ليه؟ عشان عايز الناس اللي بتشتري تشتري بفلوس. الفلوس دي مش الناس اللي بتدفعها، الناس بتدفع فلوس المنتج اللي بتشتريه، لكن احنا اللي بياخدها من المعلن، فاصبح عمل ايه؟ خلى ريتش الجروبات تبقى فقير، ولا يعملوا صفحات بقى ويعملوا اعلانات بدل عايزين تشتغلوا وتكسبوا من خلال التطبيق بتاعي اللي هو الفيز افتح على دماغه. المهم، ومن احنا عملنا ايه؟ عملت صفحات. بدأنا ندخل في قصة يلا نعمل اعلان ممول. طيب انا كنت ساعتها بعمل البوفات بروفيشنال فيها، وطبعا كنت على متابعة مع الناس اللي اخدت عندهم كورسات، بيبعتوا لي الباترونات والحاجات دي على الايميل. كل جديد بقى، يعني انا على صداقة بيهم متواصلة معاهم عشان بيبعتوا لي الباترونات فور فري كده، علشان احنا اصحاب. للحاجات الجديده، للديزاينات الجديده، او لما اعجز في ديزاين ابعته اقول لها انت ما عندكيش فكره التصميم ده بنوصل له ازاي، او التكنيك ايه بتاعه. فكنت بقى لما اعمل اعلان ممول، كان ساعتها الاعلان ب 250 جنيه، وكان بيقعد اسبوع تقريبا، وكان بيجيب اوردرات خير الله. كنت اروح اعمل اعلان للحاجات اللي انا بعملها بس. كنت مثلا اعمل الاعلان واجيب مثلا ايه 15 اوردر، ابدا اسجلهم باساميهم وبعناوينهم وكده، وابدا اشتغل وابدا اسلم. وكانت الدنيا ماشيه كويس قوي في الاعلانات ساعتها. بس فكرت ازاي يعني ده مشروع خلاص. وبعدين بدات افكر، انا بشوف حاجات تجنن، بس انا ما اقدرش اقعد، انا كحبيبه طاقتي ما اقدرش اقعد اعمل مفرش سرير جيراني حتى اللي هو ابسط حاجه افضل اشتغل فيه شهر كامل او 40 يوم كمان بكل جهدي علشان اطلع منتج واحد. ما اقدرش، ده فوق طاقتي. بس في ناس بتعمل ده وناس بتشتغل ده، وفي نفس الوقت ما عندهمش الجرأة انهم يقبلوا على اعلان. ساعتها فكرت في انشاء مجموعه. طبعا اتلطشت كتير وجالي ناس قالت لي اسعار خياليه، وبس جمعت جروب، جمعت مجموعه كويسه. كنا ساعتها لسه المجموعه كانت قليله. كنت تقريبا معايا بنتين من اسكندريه، موني حبيبه قلبي وصاحبتي جدا من قبل ما نبدا المشروع. وكان معايا موني بس اللي بدات بيها في الاول، كنت انا موني، وبعد كده دخلت معانا مدام يسرا بالتيم بتاعها. وكنا شغالين وكنا تمام. بعد كده وبدات اعمل بقى الدعايه شامله، الحاجات اللي انا بعملها والحاجات اللي هم بيعملوها، مفروشات وحاجات زي كده. بعد كده بدات افكر اني اكبر الجروب. بالفعل زودت الجروب، بالفعل الناس زادت، بالفعل بدانا كل واحد فينا يبقى عنده شغل. بس زي ما انت بتحاولي تكبري مشروعك، زي ما بتكبر مسؤولياتك تجاه حاجات كتير. انت لما تكوني عامله اعلان لنفسك بتحملي مسؤوليه نفسك بس، سواء نجح او فشل. لما بيكون معاكي جروب وانت بتحطي، اصل هي شركه،
يعني هي شركه بتحطي فلوس الشركه كلها في الدعايه، ويا صابت يا خابت لما بيكون عليك التزامات تجاههم انت لازم تدفعيها، ما لهمش دعوه. الشغل اللي سلم لازم يتحاسب عليه. فبالتالي كل ما حطيتي نفسك تحت لود كل ما زادت مسؤولياتك، كل ما كبر الجروب وكبر الشغل كل ما لازم تعرفي ان مسؤوليتك هتزيد. بدأنا نشتغل بالفعل، وكل واحد بيشتغل من مكانه من بيته، وما شاء الله يعني بقى عندنا بيوت كتير مفتوحة من الشغل ده، اللهم بارك. بس طبعا انا بدأت اواجه مشاكل كتير، زي ما قلت لكم كل ما كبر المشروع كل ما انت بقى بتواجهي حاجات كتير. حاجات كتير زي ما انت مثلا الناس كلها مش ايديها واحد. الناس كلها في حد ممكن يقول لك اصل استقربت اللون الفلاني ما لقيتش الدرجه دي عملت الدرجه دي، فيبدا يحصل فشل في التسليم، منتج ما تسلم، اوردر ما تسلمش. بس مش كتير الحمد لله، احنا ما عندناش كتير مرتجعات، بس ده بيحصل. بيحصل ان كل ما كترت انت بتعملي دعايه كتير فبيبقى عليكي لود كبير، فلوس الدعايه كتير جدا، كل يوم بيغلوا علينا الدعايه كل يوم. عشان كده كنت بادئ على مارك من شويه، لا وخد الانستجرام كمان. من ساعه ما خد الانستجرام وهو اتمكن مننا جدا، فبقى كل يوم الاعلانات بتغلى. لما يحصل دروب زي ده وفي حاجه ما تتسلمش بتخسري بيها حاجتين. اول حاجه بتخسري بيها انك فقدتي الزبون ده لانه كان واثق فيكي، ولما وصلت له الحاجه ما لقاهاش زي الالوان اللي هو طالبها. تاني حاجه الاوردر ده عمل مرتجع فنزل من ميزانيه الاعلان. الحاجه الثالثه بتقعدي بقى تسوقي انت بقى وتعملي فيديوهات وتظبطي الدنيا لحد ما تحاولي تبيعي المنتج ده، وساعات بيقعد بالسنه لحد ما اعرف اطلعه لحد ما يطلع يعني. فدي كانت مشكله بنتفاداها بايه؟ ان احنا ده حصل كذا 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 وده رجع لك لسبب كذا. فبالتالي لو استقربت المره دي مش هتستقرب المره الجايه، لو اتاخرت المره دي مش هتتاخر المره الجايه على ما تسلم. يعني دي مشكله كنا ولحد دلوقتي انا بتفاداها مع الناس اللي شغاله معايا. اوكي. تاني مشكله قابلتني مشكله الشحن، وما ادراكم ما الشحن. الشحن حاجه بشعه. قدامك حاجه من الاتنين، يا بتتعاملي مع حد مصدر ثقه، يعني انا معايا شركه شحن شغاله معاها بقالي اكتر من 15 سنه، بس الهيئه بتاعتهم مش مناسبه للعميل اللي بيروح له. يعني مثلا ريحته مش احسن حاجه، شكله مش احسن حاجه، الناس بتقلق لما تبص كده وتلاقي حد جاي لها شكله بتخاف منهم. فبالتالي طب يلا بينا يا جماعه نجرب شركه شحن جديده من اللي بالشياكه والكاب يطلع عينيك على ما يجيب لك الفلوس. فبالتالي انت بتتاخري وانت بتحاسبي الناس، والناس دي فاتحه بيوتها من الشغل ده. فكان الحل ان احنا نعمل ايه؟ الحل ان احنا الزبون بتاعي اللي عارفني المستمر معايا بقاله سنين اللي هو اساسا الكلاينت بتاعي ابعت له الناس اللي انا واثقه فيهم اللي هيجيب لي منهم الفلوس بسرعه، وعارفين ان شركه شحن وكلام زي ده. العملاء الجداد اللي عايزين الشياكه واللي مش عارفه ايه، شركه شحن واحده بتعامل مع افراد مناديب ان هم اللي انا وظفتهم، مندوب موظف بياخد قد كده على الاوردر وبيروح يسلمه بنفسه بشكل شيك بيونيفورم مارشميلو بشياكه، علشان نبقى العميل الجديد اللي مش عارفنا يبقى خد فكره لطيفه وما قلقش وتواصل معاه وكلمه على الواتساب وحدد ميعاد وخد منه ميعاد يناسبه والحاجات دي كلها. ودي كانت مشكله الشحن. طيب نظمنا مشكله الشحن، نظمنا كل الحاجات اللي فاتت، لسه في عشوائيه جوه الجروب. اللي هو كان مثلا جالي اوردر النهارده، جالك اوردر النهارده فلانه خلصته، سين من الناس خلصت اوردر وصلني النهارده، بكره ها الاوردر اتسلم. طبعا الموضوع ده كان بيعمل لي هسس في دماغي، انا كده في هدج، حاسه اني بجري وعلى طول بجري عشان اسدد الناس دي وعشان اسدد الدعايه وعشان. فكان الحل زي ما قلت لكم اني اكتب انا عايزه اعمل ايه. كتبت انا عايزه اعمل ايه وعملت رولز نمشي عليها. بمعنى نمبر 1 مثلا يا جماعه احنا اي اوردر تسليمه انا مبلغه العميل انه من شهر ل 40 يوم، فبالتالي انا الحاجه تكون عندي قبل الميعاد على الاقل باسبوع، عشان طبعا انا الحاجه بتجيلي بعمل لها بيك اب، احطها في بوكس شكله مكتوب عليه مارشميلو، اللوجو بتاعنا فيهم كاستين، الحركات اللي انتوا فاهمينها اللي بتوصل الحاجه شكلها لطيف للعميل، ودي دعايه مجانيه ومهمه جدا. اوكي دي نمره 1.
نمره اتنين، يا جماعه ما حدش يسالني ايه السلم وايه ما السلمش. انا بنتفق على ميعاد محدد احنا هنتحاسب فيه، اذا كان ويكلي او كل اسبوعين او كل شهر. بنتفق على ميعاد، انت في الميعاد ده انا هقول لك عندك ايه مرتجعات، عندك ايه تسليمات، حسابك قد كده، اتفضل. ودي كانت تاني بوينت رولز، كانت تاني رولز في جروب، وظبطت الدنيا معانا طبعا الى حد كبير جدا. الحاجه اللي بعد كده هنعملها ان شاء الله ان احنا لازم نجيب حد يمسك الحسابات، لان كل ما كانت الدنيا عشوائيه كل ما كانت ما تحسي كأن انت مثلا ايه، عندك جردل كبير كده انت عماله تحطي فيه زباين وتحطي فيه دعايه وتحطي فيه اوردرات وتكبري فيه جروب، بس ده ما بيتملاش. المفروض انه يتملى في الاخر مثلا ويبدا يفيض. لا، ليه؟ لان في خرم من الجنب بيسرب. التسريب ده بقى بتاع ايه؟ بتاع حد عمل حاجه مش مظبوطه، بتاع حد عمل حاجه مش مطابقه للمواصفات بالنسبه للالوان، بتاع حاجه اتاخرت فما استلمتش، بتاع زن والحاح وده اخد من وقتي وجهدي واعصابي، بتاع تاخير في بيك اب فبالتالي على البيك اب ما اتاخر لخبطه في الحسابات، كل حد بيقول لك حساب بشكل بوضع شكل. فكان لازم برضو تتظبط الحسابات. ودي كانت اخر حاجه انا عملتها، وان شاء الله من غير مقاطعه وبالشكل ده وصلت بالمجموعه بتاعتي الحمد لله ان احنا عملنا سيف سايد لنفسنا. اي نعم الوضع الحالي الوضع بقى مش الطف حاجه، مش زي اول ما بدانا. اول ما بدانا كنا ما شاء الله كنا شغالين كويس، كانت الاسعار مناسبه عن كده جدا بالنسبه للماتيريال وبالنسبه للناس اللي بتشتري، لانه بياخد بسعر معقول فبيشتري. دلوقتي الناس كلها عندها قلق من الشراء والوضع ما بقاش ستيبل قوي زي الاول، بس برضو الحمد لله ان احنا شغالين، الحمد لله ان احنا الجروب كله ما شاء الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، كله شغال، كله مع شغل، كله مرتضي، كله بياخد مرتباته في مواعيده والدنيا ستيبل جدا. ان احنا نكبر بقى على الله المستعان، ان انت بقى تعملي مشروعك اللي تغيري بيه حياتك. انا هقول لك كلمتين مش هطول عليكي عشان الفيديو ميبقاش طويل وتزهقوا مني. قرار، هو في الاخر قرار. انا ازاي هعمل شيفت كارير؟ انا دلوقتي واحده خريجه تجاره، وات ايفر، يعني هي مصر كلها خريجه تجاره، واحده خريجه اي حاجه. انا معايا دكاتره ومعايا مهندسين ومعايا خريجي اعلام ومعايا ألسن ومعايا ناس ما شاء الله ولا قوه الا بالله، وقرروا ان انا هعمل شيفت كارير. انا عندي ولاد وعندي مسؤوليات وعندي والمرتب اصبح ما بيجيبش ثمن المواصلات، واني افطر بره واني اتمرمط واني اجري على الحضانه واني اتاخر عن ولادي واني ارجع مرهقه وميته لسه عايزه اعمل شغل البيت. على الاقل خالص وانت شغاله من البيت بتقدري تتحكمي في الوقت اللي بتشتغلي فيه. انت حتى لو مضغوطه في ميعاد هتقدري وانت قاعده في بيتك هتسيبي الحاجه، هتركني حاجتك وتقومي تشوفي اللي وراكي بسرعه 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 وترجعي تكملي شغلك تاني. هتبقي فوق، هتبقي جنب ولادك وشايفاهم ومتابعاهم وعامله كل حاجه جنب شغلك. فانا بشجع اي حد عنده الخبره والمهاره انه ينمي مهارته. نمي مهارتك واشتغلي على نفسك، نمي مهارتك واشتغلي على نفسك وجربي وفكي وعيدي واتفرجي على فيديوهات كتير. الفيديوهات التعليميه بتنفع جدا جدا. اسالي لو انت في حاجه مش عارفاها اسالي فيها. طب عشان ايه؟ هقول لك تسالي عشان ايه. انا دلوقتي لما قلت لك انا عملت كل حاجه من دي خدت مني وقت لحد ما تخطيتها ورحت على البوينت اللي بعديها. اكتسبت خبرات وانا بطلع من النقطه دي بروح للنقطه دي. طيب فيها ايه لما توفري على نفسك الخبرات دي وتسالي حد عمل قبلك؟ طب انت عملت ايه عشان تخرج من المأزق ده؟ والله انا عملت كذا كذا كذا. فهيخلي الجهد اللي انت هتعمليه اقل من اللي هو عمله. هتبداي انت مثلا توفري جهدك في انك تنمي مهاراتك، هتبداي توفري جهدك في انك تشتغلي على طول، هتبداي توفري جهدك في انك تعرفي مثلا الشال ده انا نفسي اعمله قوي بس مش عارفه ايه الماتيريال بتاعته. طب ما اسال حد عمله، ما فيهاش حاجه خالص، كلنا بنتعلم من بعض. وحتى لو انت بصي، العلم بالشيء افضل من الجهل به. حتى لو انت اتعلمتي واكتسبتي خبره في مجال مش مجالك ودلوقتي هتحتاجيها بعدين، صدقيني هتحتاجيها بعدين. حتى لو قعدتي عملتي لاولادك، اتعلمتي الخبره والمهنه وقعدتي عملتي حاجه لاولادك واستفادوا بيها، هتوفري على نفسك ان انت ما اشتريتيهاش.
او لنفسك او لجوزك او لاختك او لاي حد. فانا بشجع اي حد نفسه يتعلم انه يتعلم، وبشجع اي حد انه عايز يعمل مشروع انه يعمل، لان ده مش وقت كسل ولا وقت قعاد. واديكم شايفين الدنيا عامله ازاي. اللي مش هيشتغل مش هيعيش. واتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وما تنسوش لايك للفيديو. باي باي.